السلام عليكم. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده عامله لكم فيديو حلو قوي. الفيديو الحلو للناس الحلوه. عامله لكم حلاوه طحينيه او حلاوه سكريه زي ما بنقول في اسكندريه. بصوا، يا مقاديرها سهله جدا، ومن بعد ما هتعرفي المقادير دي انت عمرك ما هتشتريها من بره. بصوا، هي عباره عن كوبايه سكر بودره، وكوبايه لبن بودره، وكوبايه طحينه. بس السكر البودرة ما يكونش فيه تكتلات، يعني انت تمسكي كوباية السكر كده، تدوبي السكر كده بمنخل او صفاية الشاي، على اساس انت ما تحطيش السكر مكتول، هيبقى كميته اكبر من كوباية. وتدمجيهم كويس قوي هما وكوباية اللبن البودرة. تمام. افضلي قلبي فيهم كويس قوي لحد ما اللبن يمتزج مع السكر كويس. الحلاوة الطحينية دي حلوة جدا يا جماعة، او الحلاوة السكرية حسب ما انتوا بتقولوا في المكان اللي انتوا من البلد اللي انتوا منها. بس جميلة جدا جدا. بس اصحاب الاوزان القلابيز الامارات، لا ما انصحكمش بيها، حتة صغننة كده بس. يعني ما تروحيش كده الشيطان يغويكي وتاكلي حلاوة بالقشطة ولا حلاوة بالكريمة. ما انصحكيش النصيحة دي. هنا بصوا، انا مسكت كوباية الطحينة من بعد ما اتأكدت ان السكر واللبن اندمجوا كويس مع بعض. بس معلش انا استعملت ايديا، لان برضو الحاجة دي لولادي ولأسرتي، يعني محدش غريب هياكل منها، فاهمين؟ هفضل اقلبها كويس. افضلي قلبي في الطحينة والسكر واللبن مع بعض لحد ما الكل يختلط مع بعض ويديكي ملمس الرملة المبلولة. افضلي قلبي فيهم كويس. على فكرة الحاجات المسكرة دي ادمان، بس برضو لولادنا مش لينا، احنا ناكل منها بكميات محدودة، فاهمين؟ يعني كيكات والحلويات والحاجات دي ناكل منها بحاجات محدودة. الولاد ماشي، وحتى الولاد والله، يعني برضو ما تكتريش من الحاجات اللي فيها سكريات للولاد. افضلي قلبي كده كويس ودماغي كله مع بعضه لحد ما كل حاجة تمتزج ويختفي اللي هو اللبن والسكر كلهم يمتزجوا مع بعض. وتمسكيهم، بصوا اعتقوا حتى انتوا واخدين بين الشكل كده، شكل الرملة المبلولة. ايوه بصي هنا، كوميها كده في ايديكي. ايوه، هتديكي الاحساس ده كده اهو. ممكن على فكرة الكمية ما تاخدش منك كوباية الطحينة، فانتي خليكي في النقطة دي، يعني نبيها شوية عشان ما تنعمش منك زيادة عن اللزوم. كل حاجة غليت، هرجع اقول لكم كده، كل حاجة غليت. الحاجة اللي نقدر نعملها في البيت ونوفر فيها نعملها، ما تكسليش عنك انتي توفري اي حاجة. بصوا، حسيت هنا ان هي محتاجة حبة طحينة تاني. انا عن نفسي الكمية اللي انا عملتها خدت مني كوباية الطحينة كاملة. اي حاجة تقدري تعمليها وتوفري بيها لأسرتك ومن دخلك اعمليها، ما تكسليش عنها الفترة دي. يعني عارفة، اي توفير هيعم عليكي بالخير انتي وولادك، لان احنا بصراحة يعني كل يوم بننام وبنصحى على اسعار تانية. هنا كبستها كويس قوي في العلبة، كبستها كويس قوي قوي. تفضلي تكبسيها بايدك، هي اهم حاجة لنجاح الطحينة، اللي سوري، نجاح الحلاوة، انك انتي تكبسيها كويس. مش بايديكي بس، لو انتي عندك كوباية او عندك طبق تعمليها بيه. بصي بقى بظهر الكوبايه بس، قبل اي حاجه تحطي في العلبه اللي انت هتعملي فيها كيسه نايلون، وتحطي فوقيها كميه الطحينه، كميه سوري انا اسفه، الكميه الحاجات اللي انت عملتيها دي، الخليط ده كله، وتكبسي عليها كويس وتسيبيها من 3 ل4 ساعات في التلاجة. انا الكميه اللي انا عملتها دي طلعت لي الكميه دي وبرام صغير. وبالهنا والشفا يا رب، بالهنا والشفا عليكم يا رب.